سمعتك قبل كده في انترفيو بتقول انك مش بتحب انغام، ده حقيقي؟ انا افضل شيرين عن انغام مثلا. خد بالك ازاي. سمعتك قبل كده في انترفيو بتقول انك مش بتحب انغام، ده حقيقي؟ يمكن ليه بقى؟ يمكن بحس انه في تصنع كده في الحكايه، يعني خد بالك ازاي. وبعدين ما هي برضو الروح دي بتوصلك يا ما بتوصلكيش. حقيقي. يعني انا افضل شيرين عن انغام مثلا. خد بالك ازاي. طب بتحب شيرين وتسمعها وكده؟ لها اغاني كتير حلوه. تحب أصالة طيب؟ طبعا اصاله حلوه. اه وعندها اغاني جميله. قولي لي ناس تانية وانا اقول لك رايي فيهم على طول. يعني مش ما هو الأصوات النسائية هي شيرين وأنغام أصالة، هم دول بس بقى لما نيجي نتكلم عن الاصوات الحلوه والفن ورا الحكايه ديت، هنلاقينا بقى رحنا بقى على حد زي جوليا بطرس. خد بالك ازاي. ده ليه اغاني كلماتها تجنن. فيروز كلماتها تغني، الحانها تجنن. يعني انا برضو يعني ليا ذوقي الخاص، واللي انا بحبه ده مش لازم بالضروره يكون هو في اللي كل كمان الناس. عندنا أمال ماهر، في مي فاروق. مي فاروق ما هو رائعة. مي فاروق مي فاروق دي اه صوتها عظيم. ب... يعني أنا بقول ما حدش يغني أم كلثوم غير اه مي فاروق. و... وفي واحده كمان برضو موجوده عندنا في الاوبرا غير مي فاروق. ريهام عبد ريهام عبد الحكيم. الحكيم حلو قوي برضو، طبعا قوي ريهام عبد قوي. الحكيم. الاثنين دول الناس بيحبوهم قوي، قدروا يعملوا لنفسهم شكل واسم مع السنين يعني.